شاكوا كيسا دوبارا دوش ماما يا إيرو برحي قهرمانتيا شهيد من الشيخ مقصود أشرفي أمي آزاديا كلان أمي مسوكر بكن وأمي حتى داوي سوزيقوا إيرو لديرك ولحموده أمي نوبكن وأمي بجن تجاري أن تصديق قبول لكن وسركبتن هريا مايا بلا بوريما بريبا بريما هبه بلا بوريما بهريبا بريما قصدي هبه أمي سربكبن سركبتن هريا بيقليا مقاومة الشيخ مقصود الأشرفي. عاشت عاشت عاشت. والاعتداءات المباشرة التي استهدفت المدنيين والأحياء السكنية، إن الأحداث الدامية التي وقعت وما خلفته من شهداء وجرحى مدنيين ونساء وأطفال، إن هذا الاستهداف لحي الشيخ مقصود الأشرفية هو محاولة لضرب إرادة العيش المشترك والمقاومة الشعبية وأفشال اتفاق العاشر من آذار. جاءت هذه الهجمات في ظروف مناخية قاسية في فصل شتاء ضيق، مما تسبب لمعاناة الآلاف من السكان. ورغم كل هذه الصعوبات صمد مقاتلينا وأبطالنا وقاوموا حتى آخر رمق، حيث أبدى وسطر الشهيد الجنرال زياد حلب والمقاومين والمقاتلين الذين معه أروع البطولات، وخاضوا بسلاح فردي أصعب المعارك حتى نال الشهادة. وأرسل رسالة للعالم جمعاء ولشعبه، حيث قال في رسالته: أعتذر لشعبي على تقصيري، أي عظيم أنت وأي بطل أنت، تفكر في شعبك وأنت في آخر أنفاسك. وأننا كنساء بشكل عام من كافة الطوائف والمكونات ندين ونستنكر هذه الحادثة التي وقعت في الشيخ مقصود عند رمي المقاتلة الشهيدة أمارة. إن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وتكشف عن نهج ممنهج يستهدف كسر إرادة السكان عبر القوة المفردة، وفرض واقع قسري على مجتمع مدني محاصر منذ سنوات. ورغم حجم الدمار وشدة الهجمات، أثبت أهلنا في الشيخ مقصود والأشرفية قدرة استثنائية على الصمود وتمسكا نادرا بالحياة والكرامة، في مشهد يعكس قوة المجتمع ووحدته في مواجهة محاولات الإخضاع. وانطلاقا من مسؤوليتنا الأخلاقية والإنسانية نؤكد ما يلي: إدانة مطلقة للمجازر التي استهدفت المدنيين واعتبارها جريمة بحق الإنسانية. تحميل الجهات المعتدية المسؤولية الكاملة على الأرواح التي أزهقت والدمار الذي لحق بالبنى التحتية. التشديد على صمود الأهالي واعتباره نموذجا للمقاومة المدنية في وجه العنف والحصار.
الشعب الكردي وباقي المكونات الأخرى من قتل وتهجير وانتهاك للحرمات جريمة مرفوضة شرعا وعقلا وفطرة، ونقولها بلا مداهنة: إن الذين يقتلون وينهبون باسم الإسلام لا يمثلون الإسلام، بل يشوهونه ويستغلونه لتبرير جرائمهم. قال تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين حتى مع العدو. أمرنا الإسلام بالعدل لا بالانتقام، وبالقسط لا بالتشفي. الشهداء هم شمع طريقنا والطريق لنا النصر. تركيا ومرتزقته مقابل قوى الامن الداخلي والشعب الاعزل، ولم تفرق هذه الهجمات بين الطفل والروح المدني والحجر. في النتيجه تعرض الكيان الى خراب ودمار هائل، حيث ادى الى انقطاع الاف طلاب المدارس بدورها انقطعوا عن حقهم الاساسي في التعليم. قد جرت هذه الهجمات امام اعين الدول الكبيره والامم المتحده والمنظمات الامميه التي تدعى حماية حقوق الإنسان من دون أن تصدر تنديد أو نقد عكس ذلك. قامت بعدها بدعم الهجوم تحت زراوة وحجج وهي بعيدة عن الواقع. إننا كاتحاد الطلبة في تركيا نستنكر وندين بأشد العبارات هذه الهجمات البربرية وصمت الدول الإقليمية تجاهها. وفي الوقت نفسه فإننا نحيي بطولات ومقام شعبنا في الشيخ مقصود الأشرفية، ونتعهد بأننا سنمشي على درب شهداء الحرية والكرامة حتى حرية شعبنا. ونجل نفردو طاقة حلب شيخ مقصود الأشرفية بريا جروبي همبري هيدي نافقوي جلي سبيل شبو وان إيريشان تو جدادي دي نابرا زاروت كبيرة وكبران ده لكن ده أنجام ده هردو طاق بيشيان همو دولتي نافقتوي نتوين يكبوي بازجهي ويم تو قاشو بارستنا مروبان دكين بيكهان بيكو شرمزار دكين انجي رخنا دكين باروباجي وي هنا كان بشتريا وي دكرن دي خدتين دراو نل بوري راسي اموت يكيتيا فندكارين دركي لگي وان ايريشن هوبانا بدلجيا هي دي نابنكاوي لهمبري وان بيتون دي شرمزار دكين انتحمرماني اولنجن لهنبيا قالي ما شيخ مقصود أشرفي خلاف دكين أنتوز بدن كل تشوق شهيد الأزادير ورمتي بمشن تاب دشلا أزادير قالي ما